كيف ممكن قلب الإنسان يتحول من المحبة والكرم للغضب والانكسار؟ كيف ممكن بيت عامر ينهار على رؤوس أصحابه رغم إنه كان مليان دفى وسعادة؟ هي حكايتي، وبتمنى كل اللي يسمعها يتعلم منها أو يفهم شي عن وجع ما بينشاف بالعيون. قصة جديدة من حكايتي وحكايتك. أنا زلمة بأواخر الأربعينات، كنت محبوب من الكل، القريب والبعيد. الكل كان يقول عني إنه أنا إنسان أصيل كريم طيب وحنون، وكان عندي صنعة بكسب منها منيح. تزوجت وربنا رزقني بثلاث أولاد، كنت دائما حاول فرحهم وأسعدهم. زوجتي كانت دائما تحكي عن كرمي وحنيتي، تقول أشعار فيني قدامي وورا ظهري. بس كان عندي مشكلة، أنا عصبي كتير. رغم كل صفاتي الطيبة، هالغضب كان نقطة سودا بحياتي، وكل الناس كانوا يعرفوني هيك. سافرت على السعودية وربنا فتحها علي. رجعت عدلت البيت وفرشته، جبت كل الخير لعيلتي. بس من حوالي 10 سنين والله أعلم شو اللي صار كل شي يتغير فجأة. خسرت السفر وتدريجيا كرهت الشغل. صرت روح وأنا مغصوب ومالي نفس. لحد ما وقف الحال تماما، دخل بيتنا الحزن والكآبة، وصار في نفور وكره كتير غريب بين أفراد البيت. صار في حريق بمكان سكن، احترق كل شي، الذكريات، الحيطان، وحتى روحي احترقت. زوجتي صارت تنقل أسرار بيتنا لأهلها، ونحنا من نفس العيلة ومنعرف بعضنا منيح. وبلشت الأمور تخرج عن السيطرة، وكل ما حاولت صلح كانت المشكلة تتفاقم أكتر وأكتر. رحت على الطب النفسي، عملت كل شي بقدر عليه كرمال حافظ على بيتي. حكيت مع مرتي، قلت لها لازم نواجه الغضب اللي جواتنا، ما بكفي نلوم بعض، لازم نوقف الشكوى ونمنع خروج أسرارنا للناس. بس الصدمة، رحت على مستشفى نفسي، عرضت حالي لحكي الناس كرمال اتغير وارجع ابني البيت من جديد. اكتشفت إنه مرتي صارت تدخل على بيوت الجيران، والجيران صاروا يدخلوا بيتنا. وأنا نبهه، خاف من غضبي، خاف من نتائج ما بتنعرف. زوجتي كانت تشوف إني لما وقعت صرت ضعيف وما إلي كلمة ولا مشورة. كذبت نفسي وصرت أدعي رب العالمين يصبرني وأنا عم شوف بيتي بينهار وتعب السنين بيضيع. قبل 7 شهور مسكت موبايل ابني ولقيت الكارثة، محادثات ومكالمات بينه وبين أمه والجيران. اسمي صار على لسان الكل، صاروا يحكوا إنه أنا رجل قاعد متسلط ماني عم اشتغل. مرتي سبتني وابني تجرأ وشتمني بمكالمة مسجلة. هون أنا انفجرت، حسيت برجولتي عم تنهان، حسيت بخيانة، حسيت إني عايش مع ممثلة بارعة قدامي ملاك ووراي حدا ما بعرفه. أنا وياها كنا نعرف بعض من صف تالت إعدادي، حبيتها، كانت يتيمة وأمها مدلعتها كتير. عشنا سنة سوا نروح المدرسة ونذاكر. بعدين افترقنا 3 سنين وهي تغيرت، كبرت وانخطبت. بعدين تفركشت خطبتها. فترة ال3 سنين اللي تركتها أمي وأبي انفصلوا، وكنت عم دور على شخص يحتويني. يمكن مشكلة نفسية، يمكن شيطان اتدخل، يمكن تراكم ضغط، كل شي وارد. أنا رجعت من السفر ورجعت خطبتها، كانت تلبس ضيق، مكياج، شعر مكشوف. كنت متضايق بس قلت لما تيجي لعندي رح غيرها. بس مشكلتي الأكبر كانت تكتب اسم خطيبها بكل مكان. ولما واجهتها قالت لي ما رح أمسح شي، وأنا كنت موت من الغيرة، وهي تتعامل بشكل عادي. صار في ضرب، تكسير، إصابات، وأنا بعترف بهالشي. كنت أصرخ بصوت عالي سمع الحي كلياته، وهي تعتذر وهي شبه ميتة. بس ما راحت ولا تركت البيت ولا يوم. بس وصلت لمرحلة بدي ينفجر، خفت من نفسي. وديتها لعند عيلتها، ومن ساعتها 7 شهور وهي زعلانة. حاولت كتير بس هي رافضة حتى تشوفني. ولادي ضاعوا، صاروا يطلعوا يسهروا، وأنا كل ما أحاول إجمعهم ما بقدر. حسيت إنهم صاروا مشحونين ضدي. نفسيا أنا انكسرت، ما عاد لي نفس لا آكل ولا أشرب. البيت صار كله غبرة وتراب. أهلها مالهم حكم، الكلمة بإيدها هي وأمها. رحت كذا مرة حتى أخواتي راحوا، بس أمها تتصرف وكأنه بنتها راجعة من عندي أسيرة. بس من وقت ما هي راحت رجعت اشتغلت، وصارت نفسيتي تهدى، تحسنت شوي. بس الولاد عم يدفعوا الثمن، وأنا حسيت ما عاد في أمل. حتى لو رجعت ما رح نرجع نحب بعض، وما رح نرجع زوجين. أنا عندي قدرة أني أرجعها، عايشين 20 سنة وأنا بعرف كيف ترجع. بس شو الفايدة؟ أنا شايف ما عاد في حب، ما عاد في روح، بس في وجع ما بينمسح.